هل تفتكروا التصريح اللي طلع بيه كيروش وقال عايزيني العب كرة ممتعة ازاي وانا كل اللعيبة اللي شفتها او كل اللعيبة اللي موجودة في مصر ما عندهاش اساسيات الكرة اصلا؟ طب ما هو ده اللي احنا شفناه، يعني هو ده ال الاساس اللي احنا شفناه في البطولة دي. بس احنا غير كده بقى، احنا شفنا حاجات تانية كتير قوي 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 قوي. زي ايه؟ زي ان احنا مثلا شفنا محسوبية في اختيارات فيتوريا. مش فيتوريا اللي مختار طبعا، زي ما احنا كلنا قايلين، وانا كنت قايل الفيديو اللي فات، وانا اتاكدت من المعلومه دي ان فيتوريا مش مختار كل التشكيله. يعني ده معناه ان فيتوريا مش هو اللي كان بيدير اصلا المنتخب وقت البطوله. فده كان الشكل الطبيعي اللي احنا لازم نطلع بيه يعني. طيب، هل حصل حاجه من بعد الماتش لحد دلوقتي؟ ولا اي حاجه. فيتوريا لسه عقده لحد 2026، ومكتوب في العقد بتاعه ان هو لازم يوصل بينا لكاس العالم. احنا لسه يا جماعه في كاس العالم، احنا لسه فكرنا ان احنا نطلع كاس العالم اصلا. اللي هم هياخدوا 10 من افريقيا، ال 48 فريق هم لسه بيفكروا اللي هو المدرب ده هيوصلنا كاس العالم ولا لا، رغم ان هو المفروض يكون وصول لكاس العالم دي حاجه كده بقت عاديه. خصوصا كمان بعد المغرب اللي عملته في النسخه اللي فاتت، تطلع مركز رابع توصل نص النهائي والكلام ده كله. طب هي دي مش حاجه تحزن؟ هي دي مش حاجه يعني الواحد بس مش عايز يغلط ومش عايز يقول كلام الناس تزعل منه. بس والله العظيم ده مش شيء يقبله اي انسان سواء مصري او غير مصري، ان يشوف اتحاد كوره. اول حاجه اتحاد كوره ما بيفهمش في الكوره. يعني انا بدات اكره الجيل بتاع من سنه 2000 لحد 2010. انا بدات اكره الجيل ده من اللي الناس اللي موجوده فيه اللي بيخشوا في اداره اتحاد الكوره وبيعملوا بلاوي وبيحبوا في بعض، والناس دي كويسه ويدافعوا عن مش عارف مين ويجيبوا مين عشان ده احسن ويجيبوا ابن مش عارف مين، والكلام اللي احنا عارفينه وزهقنا منه. طب وبعدين يا جدعان؟ والله العظيم وبعدين؟ طب سؤال، هل في حد هيتحاسب في اتحاد الكوره؟ لا، مفيش. مفيش كبش فدا. مفيش غير كبش فدا بقى. يعني غالبا هيبقى روي فيتوريا. ده طبعا لما نشوف موضوع الشرط الجزائي اللي في عقده، اللي هو 600 ألف دولار، اللي هو غالبا هياخدهم لو عايز يمشي، يا اما هيفضل قاعد معانا مستنيين. لو احنا هنقعد بقى هنزهقك، يا اما هتفضل قاعد انت مع المنتخب، يا اما هندفع الفلوس بقى ونخلص. مش يعني يا اما نخلصها بالتراضي. واتمنى ان احنا نعرف نخلصها بالتراضي يعني. روي فيتوريا ما ينفعش يكمل في المنتخب. هو مش طموحه غير طموحنا. ماشي. هو مش مدرب كويس، ماشي. طب بالنسبه لاتحاد الكوره، يعني انا سمعت خبر بيقول ان في محامي رفع قضيه على اتحاد الكوره عشان اهدار المال العام. واللي هو فعلا هو اهدار مال عام. لما تدفع لفيتوريا 2 مليون و400 يورو في السنتين اللي قعدهم دول وتطلع في الاخر بمحصله صفريه، يبقى ده اهدار مال عام طبعا. لما يكون كابتن محمد بركات وكابتن حازم امام بيعملوا سكاوتنج للمدربين ويجيبوا لي ده، يبقى دول بيهرجوا. وفي الاخر انا بقول تاني، هو ما حدش هيتحاسب، ومحدش طلع قال حاجه، ومحدش اعتذر. يا جماعه يعني ما فيش حاجه ممكن نعرف نعملها ابدا، او اي حد ممكن يتصرف ان احنا عايزين اتحاد كوره بيشتغل. اتحاد كوره مش بيراعي ربنا في شغله. اتحاد كوره يشوف يشوف قطاع ناشئين، يحاول يجيب ناس يجيب سكاوت ناس. هو احنا الكوره انتهت خالص عندنا كده؟ يعني احنا لا دوري عدل ولا لعيبه عدله، واللعيبه اللي جايه كلها عيانه وما فيها ملهاش في الكوره وملهاش في السكه الا 3 4 الا ما رحم رب يعني. او اللي غالبا الناس اللي طلعت بره مصر هم اللي دلوقتي اللي عندهم فكره عن الكوره. لكن غير كده مفيش. يا جماعه كتير والله العظيم اللي بيحصل فينا ده كتير، كتير قوي. يعني انت سمعت بالك قد ايه عن حد مثلا كان جابوه من ناشئين مثلا نادي درجة تانية وتصعد او مثلا شاب صغير او طفل مثلا اتربى على منظومة محترمة ان هو احنا
هنعمل فيك 1 2 3 ويبتدي يتصعد واحده واحده، يوصل للمنتخب شباب وبعد كده منتخب اولمبي وبعد كده منتخب اول، ويحاولوا يطلعوه بره ويحاولوا يسوقوه بره بحيث ان هو ياخد بره، ياخد خبره بره. مفيش يا جماعه، مفيش، ما عندناش الكلام ده كله، ما عندناش حاجه. احنا لا عندنا ناس بتلعب كوره دلوقتي ولا هيبقى عندنا قدام. مفيش خالص. احنا على الله، احنا على الله ان شاء الله. مفيش خالص. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يعني لحد دلوقتي انا لسه متضايق. قلت الحمد لله ان احنا طلعنا، لان احنا لو ما كناش طلعنا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا كانت هتبقى كارثه. عشان انا ما كنتش حمل ان انا كل كام يوم هطبق عشان اشوف بقى ضربات جزاء ونعدي والعته اللي بيحصل ده. لكن المشكله ان العته ده كمان مكمل. الفكره ان انت مش هتصعد كاس العالم بالمستوى ده، الفكره ان انت في البطوله الجايه هتطلع برضه فضيحه. الموضوع مش هيتغير. لازم اتحاد الكره يمشي، لازم نجيب ناس بتشتغل. عشان الناس دي مهما ايا كان اللي هيقول لي دول بيشتغلوا انا مش هصدقه. العينه باينه. يا عم انت رحت يا عم شويه ناس بتوع فطير راحوا يلعبوا كوره. انت لو كنت لميت 11 لعيب من الشارع كانوا لعبوا احسن من دول. الا مصطفى محمد وكام لعيب كمان. فايه؟ انت دلوقتي كمشجع لو بتتفرج على الجيل بتاع 2006 لحد 2010، انت مين اللي ممكن تجيبه من الجيل الحالي تلعبه مع الفريق ده؟ مين؟ مصطفى محمد ومحمد صلاح بس. شكرا. من قصر 22 او 23 لعيب هتجيب 2 هترجعهم ينفع تلعبهم في الجيل القديم. حد جديد لا، مفيش خالص. طب في المستقبل ناس؟ لا برضه مفيش خالص. عشان انت لا عندك دوري، ولا انت عندك ناشئين، ولا انت عندك اتحاد كوره محترم شايف شغله، ولا انت عندك سكاوتنج، ولا انت عندك سيستم، ولا انت عندك اي حاجه من اي حاجه. الحمد لله، هنعمل ايه؟ وعندي سؤال تاني برضه مهم قوي. كابتن حازم، كابتن حازم، انت كنت بتدافع دفاع مستميت عن روي فيتوريا واختياراته مع المنتخب في البطوله دي. ايه رايك في الدفاع بتاعك؟ ايه الكلام؟ ايه رايك؟ معلش بقى، انا كمشجع اثق فيك ازاي تاني اصلا لما انت وكابتن محمد بركات عملتوا سكاوتنج وجبت المدرب ده، وبعد كده انت طلعت دافعت عن اختياراته للمنتخب؟ انا اثق فيك باماره ايه؟ ازاي؟ انت حتى ما يرضيش حد. والله ما عارف ايه تاني، والله العظيم ما عارف. عليه العوض ومنه العوض. عليه العوض. يعني الكرة الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرح الناس في وقت الأزمات، واحنا دلوقتي احنا في أزمة طاحنة. فدي الحاجة الوحيدة اللي كانت يعني بتدينا شوية متنفس. حتى دي خدتوها مننا.